الناس السيد بن كيران سال راه ما بقاش في الحكومه، علاش حنا متبعينه؟ ولكن كاين شي مسائل كيخصنا نقولوا فيها لا، وتيقولوا في نفس الوقت ما كاين مشكل الا الدراري مع بعضياتهم مارسوا العلاقات الجنسيه. واذا علاش خايفين؟ يعني هاد الناس مجرمين قتاله باغيين يقتلوا، هادو مجرمين. البنات جالسين بوحدهم، فهمتي ولا؟ هذا هو المشكل الحقيقي. قال لي مقيم، هذاك مقيم ديال الاتحاد الاشتراكي، قال له با واحد النهار، قال له وليدي انا امك، قال له الاتحاد الاشتراكي، قال له انا امك وليدي راه حنا مزوجين هذه 60 عام باقي ما اتحدنا. فكيف غادي يكون هذا الزواج ديال الرجال بالرجال، العيالات بالعيالات؟ قضيه الرجل في بزاف د الحالات كيسمح في ولادو، المراه كتموت بالجوع وما كتسمحش في ولادها. اولا كنعاود نذكروا، قلنا نعوم شومسكي قال لنا كيفاش الطرق العشره من اجل الهاء شعب يعاني كي لا يهتم بالقضايا التي يعاني منها ويفكر في ايجاد الحلول لها والتعبئه والانخراط من اجل الانهاء معها. ولهذا الناس السيد بن كيران سال راه ما بقاش في الحكومه، علاش حنا متبعينه؟ مع كل اسف التصريحات ديالو كتبين ماذا وقع، وهذا الشيء خصو يزيد في وعي المغاربه بان مع كل اسف الناس اللي فوضوا لهم الامر ديالهم استغلوا المؤسسات ديال الدوله باش تقتناو، باش ياخذوا تقاعد غير مستحق وهذا الشيء كله. اما حوايج اخرى ديال هذاك الشيء ديال الشعبويه ديال اللصيقه بالشعوب المتخلفه، ما عندنا ما نديروا بها. حنا بغينا نرفعوا المستوى، لان الشعب باش يتقدم خاص المستوى ديال الوعي الثقافي اللي خصو يكون المتقاسم بيننا يكون شويه مرتفع. ولهذا انا اطالب الشباب يكتبوا شي حاجه مزيانه في هذه وسائل التواصل الاجتماعي، اطالب المثقفون يكتبوا شي حاجه مزيانه في وسائل التواصل الاجتماعي. راه في الثوره الفرنسيه قبل ما تقوم كانوا الشعراء كيكتبوا الشعر في الحيوط، باش يدوز واحد يقرا الشعر في الحيط. ما نقراش انا على شي واحد اللي هو يعني ضرب مكتسبات وطبق تعليمات واستفاد هو كشخص ونبقى نهضر عليه. انا بالنسبه لي هذا كان في خبري، كان سالينا منه. خصنا نشوفوا المستقبل ونشوفوا امكانيه بناء المستقبل بناء على الدرايه والوعي بالاوضاع واقتراح البدائل الكفيله بتغيير هذه الاوضاع لما هو احسن لصيانه كرامه المواطنات والمواطنين. تكلمنا على الشريعه، تكلمنا على الدستور، تكلمنا على التأطير المالي. كاع نشوفوا شنو بغاو بينا سيدي. هاد الناس قال لك اولا وقبل كل شيء بغاو عدم تزويج الطفلات، بل تجريم تزويج الطفلات. شنو هما الطفلات؟ الطفلات هما البنات اللي عندهم قل من 18 عام، يعني مولا 16 عام طفله، مولا 17 عام طفله، مولا 18 عام طفله. واش بالله عليكم واش دابا مولا 18 عام قل نهار ولا يومين طفله؟ وماشي بغاو المنع، بغاو التجريم، بمعنى انه انت ولدتي ديك البنيه وكبرتيها وقريتيها وداويتيها، وجا واحد الولد بغاها وبغاتو وباقي ما كملش الوقت، الا زوجتيها تمشي للحبس. واش كتفهموا الهضره ولا ما كتفهموهاش؟ المغاربه انا راه حنايا دابا البنات ما بقاوش يتزوجوا قبل 18 عام، ومن دابا شويه من غاديين هكا ما غيبقاوش يتزوجوا كاع. يا هادشي راه واقع الان، هادشي راه واقع. انا غنقول لكم فين غنوصلوا. ما يبقاوش يتزوجوا كاع، لانه دابا انا الاسره ديالي كانوا فيها البنات ما كاينش 18 عام، هذه 40 عام ما كاينش 18 عام انت ما مزوجاش. اليوم كاين تبارك الله البنات ناضجين وتبارك الله والامكان القاريين وعندهم السياره وحتى عندهم حتى الدار. ابنيتي واش تزوجتي؟ لا عمي، لا حبيبي، باقي ما جات شي واحد. هذا هو المشكل الحقيقي اللي خص هاد الناس يفكروا فيه. البنات جالسين بوحدهم، فهمتي ولا؟ هذا هو المشكل الحقيقي. خصنا البنات ديالنا يتزوجوا، ولكن شي مرات واحد 5000 ولا 6000 في العام، ياك الخلفي، ياك هادشي اللي كاين. 5000 ولا 6000 في العام كتكون ديك البنت اما تتعيش في الباديه وخرجت من القرايه وجا شي واحد جاه السعد ديالها اللي تيقولوا المغاربه، هذه شي مؤامره هذه. فجا السعد ديالها فعوض ما تزوج باغا يقول لها بنيتي ما يمكنلكش تزوجي لانه ما عندكش 18 عام. هذاك الولد هذاك اللي جاي يخطبها ما غيبقاش كيتسنى، غادي يمشي في حالته، يمشي ياخذ وحده اخرى اللي عندها 18 عام وهي يمكن تتزوج من بعد، يمكن عمرها ما تتزوج. الوزر ديالها على هاد الناس اللي كيتكلموا على هاد الشيء الا داز هذا القانون.
وحنا اش كنقولوا؟ كنقولوا يا ودي اذا نحيدوا هذا. حنا كنقولوا الاخوان، كنقولوا الا كانت شي بنت ما عندهاش سن الاهليه ديال الزواج، القاضي هو اللي يحكم. فعلاش هذه القضيه هذه خلق لهم مشكل؟ قال لك اسيدي واش بغيتيو تخرجوها من المدرسه وتزوجوها؟ طيب 350 ألف واحد كيغادروا المدرسه كل عام، ما بانوا لهمش، بانت لهم غير 5000 ولا 6000 ولا 7000 بنت بغات تستر راسها وبغات تزوج. فكيف غادي يكون هذا الزواج ديال الرجال بالرجال، العيالات بالعيالات؟ وصلوا لهذا الشيء، وصلوا للزواج بدون عقد. اجي يا لاله دخلي للدار، اجي يا سيدي دخل للدار، جيب حوايجك، متفاهمين القبولات والعشق والسينما والمسرح والعطله ولا بلاج والباكور الهندي. واحد النهار كيدابزوا، كيرجعوا من شهر العسل، تيقول لها قدي الحوايج، كتقول له قدهم انت. علاش نقدهم انا؟ نقدهم انت، نقدهم انا، صافي نتفرقوا. تيهز عاوتاني الباكاج ديالو يزيد مع الطريق، او هي تهز الباكاج ديالها تزيد مع الطريق. ايوا، فين هي الاصول؟ فين هي الموده؟ فين هي الرحمه؟ فين هو العقد؟ كان الطلاق الاخوات، سمحوا لي، الا كنتو فرحانين بالمدونه ديال 2004 كان خاصها تعالج، لانه كان الطلاق تزاد ب 50%. واش دابا الطلاق يتزاد ب 50% تكونوا فرحانين؟ عجبكم الحال؟ ماشي الطلاق كان كيتحرم منه المراه، لا، كان الطلاق بيد الرجل، لانه هو اللي كيتحمل المسؤوليه النهار الاول، فكيخاف يجي يشتت البيت ديالو. المراه اش كدير؟ اذا اضر بها كتمشي عند القاضي كيطلقها الا تاكد من الضرر. دابا عطيناهم الحق بجوج، تزاد الطلاق. هذا هو المشكل الحقيقي. الا كانت عندكم الغيره على المجتمع ديالكم. اش وقع لهاد الاوروبيين الاخوان؟ وقع لهم انهم بداو كيتزوجوا الرجال بالرجال والنساء بالنساء، او لا ما كيتزوجوش كاع، او لا ما كيتزوجوش كاع، كيديروا غير العلاقات تيسميوها الكونكوبيناج. دابا وصلوا لحاجه اخرى، وصلوا للكراهيه ديال بعضياتهم. سمعوا مزيان اش كنقول لكم، البهجه العظمى اللي كانت في الحياه ديال الانسان اللي هي الزواج ستنتهي، لانه الرجال ولاو تيخافوا، لانه قالوا لهم اذا جامعت زوجتك دون ان يكون عندك اذن مسبق خاصك ستتهم بالاغتصاب. ولا الراجل مع مراته ناعس في الفراش، واسمحوا لي احنا وصلنا ما عندي ما نخبي عليكم، وخايف لا يقولوا له راه غيغتصبها. شحال ما جاتو من فكره كيبقى يدورها في راسو 20 مره، عاد يشوف واش يقولها ليها ولا ما يقولها ليهاش، وعاد يشوف واش هي متفقه ولا ما متفقاش. وواحلين باش يوثقوا كيفاش متفقه، كيقولوا باللي خص يبدا يكون واحد الرساله SMS باللي المراه متفقه ولا ما متفقاش، او الراجل متفق ولا ما متفقش. ضحكوا مع ريوسكم. ولاو الرجال كيخافوا، ولاو العيالات كيخافوا، خصوصا بعد هذه الحمله اللي داروا ديال ميتو، اللي تسمات ديال ميتو. والان انا شفت جوج ديال البرامج، واحد سميتو لا غريف دو سكس، يعني العلاقات الجنسيه الناس ولاو دايرين عليها الاضراب في فرنسا. واحد البرنامج اخر سميتو، مشى لي الاسم ديالو، فهمتيني ولا لا، في حضره واحد المنشطه وجوج ديال المتخصصين، جوج ديال المتخصصات، وكيتكلموا على انه الرجال والنساء اصبحوا كل واحد منهم يحل مشاكله الجنسيه شخصيا. وازيدكم من البيت الشعر، من الشعر بيتين. وهذا الحل ديال المشكل عن طريق البورنوغرافيا وعن طريق العاده السريه. شوفوا فين وصلوا. وقالوا هما واخا هذا الشيء تيجي غريب، لان الفرنسيين انا متبعهم من 73 كل حياتهم تدور على الغوايه والمسرح ديالهم والثقافه ديالهم والسياسه ديالهم وكل شيء. الرجال والنساء والرجال والنساء والرجال دوخونا ودوخوا العالم كله. صافي قال لك دابا هذا الشيء هذا في 2030 ستنتهي العلاقات الجنسيه في فرنسا. الاولاد نقصوا
من 2.1 ولا شي حاجه نقصوا ل 1.9 في الاسره. 1 بمعنى كل الاسره ما بقاتش كتعطي 2 ديال الاولاد. معنى ان فرنسا لن تتجدد بالفرنسيين، خصهم يجيبوا الناس من خارج من خارج من خارج. واش شايفين ريوسكم فين غاديين ولا ما شايفينش؟ ولكن بطبيعه الحال الناس ما كيسمعوش هذا الشيء، ما كيفهموش، ما كينتبهولوش، واكلين شاربين. الحمد لله الاسر ديالنا في العموم يعني ما تزال مستقره في العموم الى اخره، ولكن الذين يشتغلون علينا من خارج حدودنا ويجدون عملاء داخل البلد ويضغطون. انا اعتبرت هذا الكلام هذا اللي قالوا هاد الناس في ضغط على الدولة كلها بلا ما ندخل في التفاصيل. اشنو تيخص يدير الشعب المغربي؟ خصو يقول داك الشيء اللي قالت الاخت لا والف لا، وردتها الاخت خناتة بنونه لا والف لا ومليون لا. علاش؟ قولوها. انا كنتكلم مع الشباب، كنتكلم مع الاطر، وكنتكلم مع المفرنسين، وكنتكلم مع الميسورين، وكنتكلم مع الناس اللي عندهم يعني اثر في بلادهم. هما هادو كنعرفهم باللي خوتي وحبابي وعائلتي واصدقائي ومعارفي وخوتي مغاربه كافي. وكنتكلم حتى مع هاد اليساريين اللي هاد الشيء هذا على كل حال عفى عليه الزمن. كان كيتقال واحد الوقت، ولكن دابا ما بقى عندكم لا الشعب لما تقولوا وإلا 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 وإلا. إلا بغيتيو هذا الشيء نديروا استفتاء اللي قال مولاي محمد، نديروا استفتاء ونحلوا المشكل. نديروا استفتاء واش بغينا المرجعية الإسلامية، المذهب المالكي يا الإخوان، حيت كاين شي حوايج ما كيتفهموش هكذا. المذهب المالكي راه هو واحد المذهب يعني كيجري في الدماء ديالنا، ربما نخالفوا الأحكام ديالو بعض المرات، ولكن تيخصو يبقى منصوص عليه. والملك الله يحفظه نص عليه في خطابه الأول في البرلمان، ونص عليه في الخطاب الأخير. فخص هذه المسائل هذه اللي جمعاتنا خلال 14 قرن وجعلت منا أمة عظيمة حكمت الأندلس ووصلت إلى إفريقيا يعني ديال الساحل، ودافعت عن الإسلام في الشرق. هاد راه ماشي اللعب هذا الإخوان، ماشي قضية ديال ليغاليتي بابا سي كوم مامون، سي با فري، بابا و مامون سي با لا ميم شوز. الله يهديكم، بابا وماما الله يرحمهم جميع، وعاشوا متعاونين وعاشوا يعني انا الوالد والوالده رحمهم الله، والوالد ديالي مات عندي 16 عام. مره واحده سمعته قال لها واحد الكلمه كتبين على شويه الشناعه. كان المجتمع المغربي هكذا، يجب ان يعود هكذا. البشريه والاخوان سمعوني مزيان، البشريه في حاجه اليكم لكي تردوها الى الصواب. هاد الناس راه بغاو البشريه كامله يفضيو معاها، وراهما غاديين، وراهما كيوصلوا لهذا الشيء، وعندهم اساليب وتيخترعوا قوانين وتيخترعوا كلمات وتيخترعوا. علاش ما قالوش اللواط؟ لان كيعرفوا باللي اللواط ما يقبلوش المسلمين وما يقبلوش لا المسيحيين ولا اليهود. ولكن تيقول لك بالمناسبه اليهود تا واحد ما تيهضر معاهم على الشريعه ديالهم. الشريعه ديالهم بالمناسبه تيتكلموا على الختان ديال البنات، وانا حتى انا لست متفقا مع ختان البنات، كيعيروا به المسلمين ديال الشرق. ولكن الختان ديال الاولاد تا واحد ما تيهضر عليه. علاش؟ ما عرفتوش علاش؟ حيت اليهود كيختنوا. الحمد لله اللي انتم، الحمد لله اللي اليهود كيختنوا باش كتختنوا وليداتكم. كتفهموني ولا ما كتفهمونيش؟ على كل حال راه ما بقاش شي واحد غيحاول يوضح لكم اكثر من هذا الشيء اللي كنقول انا. احنا وصلنا للقاع الخابيه. ولهذا اخواني اخواتي، اليوم المشكله مشكله مرجعيه، ماشي قضيه احكام قانونيه. في اطار هذه المرجعيه الاصلاح
المؤطر بالمرجعيه كما قال جلاله الملك، وهكذا سيكون ان شاء الله الرحمن الرحيم. لان هذا الشيء هذا الحرب الجديده اشتعلت من بعد ما مع الاسف الشديد ذاك السيد الوزير سي عبد اللطيف وهبي جمع العيالات وقال لهم هذا الاصلاح غادي يخرج محافظ وانتم ما ساندتونيش دبروا ريوسكم. هذا بطبيعه الحال تاجيج من عضو في اللجنه، عيب عليه واجب التحفظ. حنا في حزب سياسي تحفظنا وهو كوزير عضو في اللجنه ما تحفظش. دابا اللي الله عطاه الثقه ديالنا بعد الله سبحانه وتعالى، طبعا في اللجنه لان فيها عقلاء وفيها حكماء وفيها علماء، وطبعا بعد ذلك في جلاله الملك. ولكن نريد ان نقول بحال اللي قال مولاي محمد ان الشعب المغربي، لان واحد القضيه الاخوان، الشريعه ما كنعرفوهاش كاملين ولكن كاينه في الذات ديالنا، قارين القران سمعناه، اللي ما سمع بزاف سمع شويه، عارفين شنو هي الشريعه ديالنا. الشعب المغربي ما غيقبلش هذا الشيء، وباش ما يقبلوش خصو يتحرك، وخصو يتحرك اليوم، ولا خصنا نديروا مسيره مليونيه. حنا مستعدين مره اخرى نديروها. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هوية بريس، نحو إعلام هادف.